مدير مؤسسة نواحي قلعة سراغنة يمنع تلميذات بالبكالوريا من ارتداء النقاب. تحت هذا العنوان نشر موقع ويا بريس مادة جاء فيها: سجلت 4 تلميذات بثانوية المربوح الإعدادية بجامعة المربوح نواحي قلعة سراغنة استنكارهن من منع وتضييق مدير المؤسسة تجاههن بسبب لبسهن النقاب. إحدى التلميذات التي تدرس بمستوى الثانية بكالوريا أكدت لكاميرا موقع مدار 21 أنهن معروفات بسلوكهن الحسن وسيرتهن الجيدة، مستغربة منع المدير لها أواخر السنة الماضية عندما كانت بصدد الاستعداد للامتحان الجهوي، ما جعلها تمتنع عن الحضور للمدرسة لولا تدخل عدد من الأساتذة الذين ساندوها لعدم وجود أي قانون يمنع الفتيات من ارتداء النقاب داخل المؤسسة. كما استنكرت إحالتها على المدير الإقليمي الذي طالبه هو الآخر بنزع نقابها لاستكمال الدراسة بسبب توصية من مدير المؤسسة، إلا أنها أصرت على الحفاظ على نقابها واستكمال سنتها الدراسية، لكنها تفاجأت ورفيقاتها الثلاثة هذه السنة من شطط هذا المدير مرة أخرى. التلميذة سامية ذكرت أن المدير يقول لها: لا أريد هذا اللباس الإيراني، مع أن النقاب لا علاقة له بدولة إيران لا من قريب ولا من بعيد. كما يسألها أسئلة غريبة من قبيل: فين غادي بيك؟ أش بدل فيك؟ مؤكدة أن هذا الكلام لا يصدر عن إنسان واعي وقارئ أو فاهم في الدين. التلميذات أكدن أيضا أنهن لا يجدن أي مشكل مع أي أستاذ في المؤسسة، بل إن المؤسسة تضم أستاذتان منتقبتان دون أي مشكلة، فلماذا الاعتراض فقط على التلميذات؟ تلميذة أخرى أشارت إلى تأثير هذا التضييق على نفسياتهن التي صارت مدمرة بممارسة عنصرية المدير، وهو ما قد يؤثر عليهن في اتجاه التفكير بترك الدراسة وحرمانهن من حقهن الدستوري والطبيعي في التعليم دون موجب حق. الأستاذ رضوان نافع عضو رابطة علماء المغرب العربي علق على الحادثة بمنشور كتب فيه: لا ينبغي لأولياء هؤلاء التلميذات السكوت عن هذا الظلم والشطط في استعمال الصلاحيات، وينبغي لمؤسسات المجتمع المدني والفاعلين في المجتمع السرغيني تبني قضيتهم وتوقيف هؤلاء المتهوكين عند حدهم. أما الأستاذ محمد زروال فكتب: تلميذات يمنعن ويتعرضن للتضييق من طرف إدارة الثانوي الإعدادية بجامعة المربوح بمديرية قلعة سراغنة بسبب النقاب، مردفا: لا أعتقد بوجود قانون يمنع المغربيات باختلاف سنهن من ارتداء النقاب. وأضاف: تدخل مديرية التعليم لتصحيح الوضع أصبح واجبا، اللهم إن كانت هذه الثانوية والمديرية معا تابعتين لوزارة التعليم الفرنسية. قناة إبراهيم أبو جابر، رحلة TV.